تحفه. البطاطس ما تلزقش. البطاطس ما تلزقش وهتلزق برضه. ما شاء الله. راس الفرشه بس اختراع يعني مفيش بقولك اتصرف. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ هتعيد فيديو جديد النهارده مخليانا نعيد كتير. مش انت بترخم عليا. فيديو جديد يا جماعه النهارده من اختراع هنعمله سوا. اي هتعملوه لنا اختراع طلع ترند الايام اللي فاتت. المهم التجربه لازم في المطبخ عشان هي تجهيزات في المطبخ. يلا يا اسماعيل بطل. يلا بينا عم. اول حاجه هتعملها هي هان. كل القصه ده عشان ايج. ايج اهي. بتضحكي الناس عليها. ايج اهي. ايج. يعني انت بذمتك بيضه دي ولا مش بيضه؟ يعني هو ده الاختراع؟ هو ده الاختراع عشان في ناس كتير ما بتعرفش تعملها. هنحط البتاعه دي كده اهو. ماشي كده اهو. دي بتمسك يا جماعه في البطاطس. فهتعملها شيبس. طب ما تقول انت تعملي بطاطس شيبس. كنا اشترينا كيس شيبس وخلاص. ايوه راح بس كده. ماشي. ونطلع بشرنا الشيبسي. خلاص تمام. هنجيب بقى، بصوا انا الاير فراير يعني جنبي فهستسهل واعمل في الاير فراير. خلاص. بس ما عندوش اير فراير. فرن طبعا. فرن طبعا مش مشكله. برضو الورق الزبده ده برضو مش مضمون، فبحط زيت. بحط شويه زيت. انا اجيب الفرشاه. الفرشاه فين؟ شايفين يا جماعه الفرشاه؟ ما شاء الله. راس الفرشاه بس اختراع يعني مفيش بقولك اتصرف. فهيتصرف. اعتبروا ان انتوا شايفين الايد بتاعه الفرشه. بصوا انا بعمل كل ده علشان البطاطس ما تلزقش. البطاطس ما تلزقش وهتلزق برضه. بس يعني هتبقى بقلل الخسائر مش هتلزق بحيث انها ما تطلعش. ايوه ماشي. المهم هنرص بقى ايه البطاطس. عايزين نرص البطاطس بطريقه معينه. بطريقه ايه راكبين فوق بعض كده عشان هنعملهم كانهم قطعه واحده. يكلبشوا في بعض. خلاص. بحيث لما يستووا يبقى كانهم قطعه واحده. اهو. استنى بصوا هما المفروض ان هما يعني بصوا بينشفوا النشا من البطاطس. معرفش ليه بس هما بيعملوا كده، فاحنا نمشي صح. اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات، واللي عمل الوصفه دي او يعرفها يا جماعه، او متوقع في النهايه تبقى تطلع ايه دلوقتي لحد ما وصل الفيديو في الحته دي يقول لنا في الكومنتات برضه. واللي ما يعرفش يعمل لايك. على فكره هي ماليه فيديوهات الاجانب، يعني هي ترند من الاجانب. دوقناها كانت حلوه بصراحه. انا عملتها اول مره. طبعا احنا جربنا الاول بحيث نشوفها بتبقى حلوه ولا لا. لو حلوه نصورها على لايف ويز اي. لو حلوه نصورها لكم في اليوتيوب، وموجوده على لايف ويز اي وهميه برضه على الفيسبوك. بصوا كده. انتوا هتحسوا ان هي صعبه بس هي حلوه بصراحه، يعني هي ورايقه. للي بيعمل يا جماعه دايت وما مش عايز ياكل عيش، فدي هتنفعه قوي قوي يعني. اهو كده رصينا بالعرض وبالطول، فاهمين؟ هنجيب بقى برضو مسحه زيت اهو بنفس الفرشه القرعه بتاعتنا كده اهو. وكده المرحله الاولى تكون خلصت. ندخل بعد كده مرحله الزخرفه. الاير فراير. لا لسه في لسه الجبن. دي جبن دي السنه كده هي الجبن دي بتعمل طعم وبتعمل شكل في الاخر. يعني ايه مش تقولوا. اول حاجه معانا هي جبنه موتزاريلا. بصوا هي محجره، يعني تغاضوا عن الصوت ده عشان ده طبعا من الفريزر. حطوا كميه كده مناسبه. شكلها حلو. بس كده. وندخل بقى الاير فراير او الفرن. بقى حوالي تقعد قد ايه بقى في الاير فراير؟ وقت البطاطس لغايه ما تتحمر. بالظبط. رهيبه. طيب دي الخطوات اللي بعد كده نطلعها بقى كده في طبق. سلام.
شكل حلو قوي، ريحه الجبن ريحتها حلوه، ريحه الجبنه حلوه. بسم الله. بص سالكه ازاي اهي. الحمد لله الحمد لله. اهو برضو بنساعد، يعني ايه مش مطلوب ان هي تطلع تتزحلق من الورق يعني. اهو انا بساعد اهو، بس هي سالكه خلاص. سالكه يا معلم، سالكه يا جماعه بالراحه. الصبر. اهو شفتي جميله جميله. بص اهي الورقه، والله الورقه نضيفه كانه مسلوق طبعا صح؟ هي كانها يعني ايه، هي مستويه لان هي طبعا طبقه رقيقه خالص. ماشي. بصوا بقى انا بعمل تركه حلوه كده بالجبنه دي، جبنه بطعم الشيدر حلوه قوي يا جماعه، حلوه قوي قوي كمان. بنعمل بقى من ناحيه، بندهن من ناحيه بس، من نص يعني، لان احنا هنطبق النص التاني عليه. النص ده اللي هيكون اللي جوه اصلا. بصوا الجبنه بتسيح علشان البطاطس لسه سخنه اهي كده بتتزفلط. ونجيب بقى ايه نجيب الايج. ايج الاومليت اللي احنا كنا عاملينه. نجيب الايجه. تمام. بصوا بقى الروعه اللي هتحصل دلوقتي. ونحط صوصاتنا بقى. كاتشب. الله. حط جرجير. الله، جرجير كمان. حاجات صحيه يا جماعه، شايفين وصفات صحيه. ايوه اجل يا رجل اجل. اهم حاجه الحاجه الخضراء والحاجه الصحيه. ايوه حاجات صحيه جميله تحفات. بصوا بقى المنظر، بصوا بقى المنظر اللي هيحصل. يلا. الله 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 الله. استنى بس الفوكس المظبوط عشان تدينا اللون الحلو بتاعها. ايوه. واقطع يا معلم. ومين اللي هيقول رايه؟ انت. ماشي. اخضر مع اصفر مع ابيض، حاجات حلوه. يلا ندوق. دوق. استنى هتمسك بقى انا عايز اخد قطمه بس يكون فيها كل حاجه. ماشي يلا. وهمي حلو قوي. والله العظيم حلو قوي. احسن حشوه ليها حشوه البيض الاومليت ده على فكره، حلوه قوي على فكره، لازم تجربوه يا جماعه والله لذيذ. تحفه وحلوه قوي وخفيف. طعمه حلو قوي. ده حقيقي. بصوا شكله حلو قوي على فكره اهو. تحفه. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اهم حاجه يا جماعه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا رايكم على الوصفه دي في الكومنتات. وكمان اللي ما اشتركش في القناه يعمل ايه؟ نفسك بطاطس. وكمان اللي ما اشتركش في القناه يعمل ايه؟ يعمل اشتراك، وعشان يشجعنا ان احنا نعمل وصفات جديده. الوصفه حلوه قوي. نشوفكم فيديو تاني جديد قريب ان شاء الله. باي. سلام.